السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنشارك معكم فيه كيك بالشوكولاتة والكركاع. كتجي رائعة ومسقية، كتجي خطيرة جدا جدا. بقاو معايا الفيديو حتى الاخير وما تنسونيش باللايكات ديالكم، وبقاو معايا مع المقادير وطريقة التحضير. كما كتلاحظوا معنا هنا ناخذ اناء كنوضعوا فيه 3 ديال البيضات، كاس الا ربع من السكر سنيده، ديما القياس كيكون بكاس العنبه، شويه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني. كنخلطوا الكل جيدا حتى كنحسوا بداك السكر سنيده دابت لينا. هنا كنزيد كاس الا ربع من الزيت، كنخلطوا الكل حتى كندمج لينا الزيت مع العناصر الاخرى. هنا عندي دانون ديال الفاني او لي يogurt طبيعي، بغيتو تستعملوا الدانون فاني او لي يogurt طبيعي اللي بغيتو. هنا كنضيف نص كاس ديال الماء، معلقه صغيره عامره ديال القهوه سريعه الذوبان، صافي. هنا كنبداو نضيفو الدقيق، كنعبر معكم بالكاس العنبه، كنديروا الكاس الاول وكنزيدوا عليه ساشيات ديال الكاكاو، عندنا هنا 3 ساشيات ديال الكاكاو. ديما الكاكاو كيكون نوعيه جيده باش كيكون المذاق ديال الكيك زوين. صافي كنخلط الكل جيدا، كنضيف هنا الكاس الثاني وكنغربلو، كنضيفوا عليهم 2 ساشيات ديال الخميره من فئه 8 غرام، المجموع هو 16 غرام. كنغربل الكل جيدا، صافي كنخلط العناصر جيدا.
كنضيف هنا نص كأس، ما واصلش نص كأس ديال الدقيق. خاص ضروري القوام يكون لينا على هاد الشكل، ضروري ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف. هنا كنزيد تقريبا واحد نص كأس ديال الكركاع مهرمش، كنضيفوه في الدقيق وكنغربلوه وكنزيدوه على الخليط. صافي في الاخر كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل وكنخلط الكل جيدا حتى كيندمج ليا العناصر مزيان. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. صافي كناخذوا هذا المول راه الحجم الكبير، كندهنوه بشويه الزيت والدقيق. صافي كنصب الخليط في المول وكندخلوه على فرن بارد على درجه حراره 180 غير من التحت حتى يطلع ويبدا يقرب يطيب لينا. صافي كنشعلوا عليه من الفوق يطيب لنا من الفوق. صافي نخرجوا. مده الطهي اللي خدات لي هي 35 دقيقه. صافي بعد ما طاب لينا الكيك ديالنا كناخدو كيغدون كنتكوه كامل، كنشكلو فيه الثقوب كاملين ضروري. صافي بعد ما بحال هكايا كل شكلنا الثقوب كنحطوه جانبا وكندوزو باش نوجدو الصوص اللي غنسقيو بها الكيك ديالنا. كما كتلاحظوا هنا عندي كاس ديال الماء وعندي نص كاس فايت شويه ديال الزيت وعندي نص كاس فايت شويه ديال قولي تقريبا كاس لاروب ديال الزيت وكاس لاروب ديال السنيده، وعندي هنا ساشي ديال الكاكاو، معلقه صغيره عامره ديال النشا. صافي كنخلط الكل جيدا حتى كيندمج ليا العناصر كلها مزيان و وكنحسوا بديك السكر سنيده دابت لينا. صافي كنحطوه فوق النار حتى كيبدا يعقد لينا شويه الخليط، ما تخليوش يعقد بزاف غير شويه. هنا بعد ما عقد ديال الخليط وزيتو من فوق النار كنزيدو هنا تقريبا واحد نص كاس ديال الشوكولا، يكون الشوكولا نوعيه جيده باش كيعطينا مذاق زوين. صافي كنبقاو نحركوه جيدا حتى كيذوب لينا. كناخذوا الكيك ديالنا كنسقيوها بهذاك الصوص اللي وجدنا. هاد الصوص كتجي لذيذه جدا. ضروري كنعتمدوا على نوعيه الشوكولا يكون نوعيه جيده باش كتكون الصوص لذيذه. صافي كنخليوه بحال هكا حتى كتشرب لنا داك الكيك. نخليها جانبا حتى كتبرد. صافي هنا بعد ما بردات ليا الكيك كناخذو كنقطعها على قطع القياس اللي كنبغي كما كتلاحظوا معايا، وغادي نزينوها بالكركاع وندخلوها الثلاجه حتى كتبرد مزيان تكمل لينا بروديه عاد كنقدموها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما بردت كتجي على هذا الشكل. غنشارك معكم وحده باش تشوفوا كي جات من الوسط، كتجي رائعه ومسقيه وكتجي واحد المذاق رائع.
كيما كتلاحظوا معايا كيف ما كتجي من الوسط كيجيو فيها دوك الطريفات ديال الكركاع، كيجيو زوينين في العضة وكتجي لذيذة جدًا. المهم البنات وصلت معكم لآخر الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو اللي شاركت معكم اليوم. ما تنساونيش البنات من اللايكات ديالكم والجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد، وإلى فيديو جديد إن شاء الله، وشكرًا على المتابعة.